تعتبر مهنة سن السكاكين من المهن القديمة التراثية والتي تكاد أن تتلاشى رغم أهميتها، فما زال جيل الآباء والأجداد يتذكرون نداء سن السكين سن المقص. هذا النداء الشهير الذي كان يتردد كثيرا في المناطق الشعبية وغير الشعبية، ولكنه تلاشى مع مرور الزمن، فكان سنان السكاكين المتجول في الشارع يحمل عدته على ظهره، وكان سن السكين يتم على حجر السن الذي يدار عن طريق الضغط بالقدم، ويمسك السنان باليد الخشبية للسكين بيمينه، بينما يضع أصابع اليد اليسرى بخفة أعلى سلاح السكين أثناء دوران الحجر. ولم يعد هناك إلا القليل من السنانين يمارسون هذه المهنة داخل محلاتهم المتوارثة عن الآباء والأجداد، ويرجع السبب لاندثار هذه المهنة أن ربات البيوت يقومون بشراء السكاكين غالية الثمن والعالية الضمان، والتي لا تحتاج للسن إلا بعد فترة طويلة، وإن احتاجت للسن فيتم ذلك باستخدام المسن اليدوي المنزلي، ويلجأ البعض إلى البضائع المستوردة الرخيصة وخاصة الصينية، ومنها أدوات المطبخ وأدوات التقطيع مثل السكاكين، والتي ولدت فلسفة اشتري وارمي لدى الكثير من ربات البيوت. ورغما عن كل ذلك فما زالت المهنة قائمة رغم قلة المقبلين عليها طوال السنة، عدا فترة عيد الأضحى المبارك والتي يزداد الإقبال فيها على محلات السن لكثرة ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي، والتي تحتاج إلى سكين حاد جدا. أول حاجة نتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا، أنا بقى محمد أبو طبع. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك هنا ملك المحل صح؟ أنا ملك المحل دلوقتي، المحل ملكي. طيب النشاط اللي هو سن السكاكين ده حضرتك اللي بدأت هنا ولا ورثته مثلا عن الوالد؟ ورثته عن الجدود. يعني أنا جدي، يعني المحل ده بقى له أكتر من 150 سنة. طيب هي المهنة بقى في البطاقة هل بيبقى مكتوب حاجة معينة ولا؟ المهنة في البطاقة سواق. ايوه هاتوا من هنا. المهنة في البطاقة سواق، لأنني كنت سواق في المحافظة. يعني كنت سواق درجة أولى في المحافظة. وبعدين بقى ده بقى الكلام ده ما بقى عندي 18 19 سنة. اشتغلت كمان في المحافظة، فكنت لما اروح بقى الساعة 12 اتغدى ودني جاي فاتح. تمام. طيب مع الانفتاح الاقتصادي حضرتك ليه ما غيرتش نشاط المحل مثلا ولا حافظت على؟ والله هم قالوا لي غير اخواتي، بس انا ما غيرتش والله. ما غيرتش، يعني خليت الايه اللي هو زي ما نفس النشاط. نفس النشاط. طيب كان ايام بقى زمان لما كان في اجانب في بورسعيد وكده كان بيجوا يتعاملوا معاك؟ كان لنا في الفرنج ورش بتاع اجريج. كان ابويا يروح يشتغل عليهم، وفنادق بقى كان بطاقه اجانب. واخد بالك، كان ابويا يروح يشتغل على الورش والفنادق اللي هي في الفرنج. كان لنا ورش وفنادق وحاجات يروح يشتغل، وكانت بالشهر بقى يعني. طيب في اللي هو الراجل اللي بيمشي في الشارع ده على ظهره شايل العده بتاعته سن السكينه والمقص ده خلاص بقى قل قوي، ما عادش موجودين. انا بقى دول بقى في الفلاحين. لكن مش موجودين هنا خلاص، ما عادش بيجوا هنا حاجات من دي. طيب ايه اكتر نوعيه زباين بتتعامل معاها؟ طبعا الجزارين والفنادق. وطبعا الجمهور يعني الستات، ويجيبوا لنا شغل، الرجاله بتجيب شغل، ساكن الزهر بتاع البيوت والحاجات دي. بس بقى الساكن اللي هي الفنادق دي طبعا بيجيبوا كبار، والجزارين. يعني ربات البيوت ما زالوا بيجيبوا السكاكين؟ بيجيبوا حاجات ربات البيوت، وبرضه رجاله برضه يعني بيجيبوا له بيوتهم. بيجيبوا الشغل بتاع بيوتهم نوضبوا لهم. طيب ومحلات القماش برضو بتتعامل معاها؟ والقماش والمزينين. بس الوقت بقى كان الاول بقى الميزان يجيب له مواس بتاع الميزانين. الوقت ما عادش بقى غير المقصات. الوقت بيعملوا بالشفره، يحلقوا عند الميزان بالشفره. ما عادش بقى بالموس بتاع زمان ده خلاص. ايوه. بالنسبه للعامل بقى اللي بيتعامل مع سن السكاكين طبعا عامل ليه مواصفات بقى خاصه طبعا عشان يعني طبعا كل واحد بيجي بقى عايز السكينه دي مثلا يرفعها، يعملها تشفيه، لا يقص منها حته تتعمل سليخ يعني. لكن المفروض مثلا بيبقى له مواصفات ان هو يبقى مركز بحيث ما طبعا الشغل بتاع الجزارين له مواصفات، فيه بتاع القطر،
في بتاع السليخ، في بتاع التشفيه، في الذبيح. طب واسعار السن بتتحدد على حجم بقى بتختلف بقى مع نوع السلاح اللي جاي والشغل اللي هيشتغله. انت بتقدرها بتقدير معين. هي السكينه طبعا بيبقى ليها وشين بقى، ده بتتعمل مشطوفه من الجنبين. السكينه مشطوفه من الجنبين، وشين، الجنب ده والجنب دي مشطوفه. وفي سكاكين بتبقى مشطوفه من جنب واحد، بتاع الشاورما والكلام ده والحاجات دي. يعني بتختلف بقى دي في الشغل بتختلف في الشغل. في الشغل، في الصنعه. طب وانواع الحجر المستخدم للسن بقى، في حجر طبيعي وصناعي؟ لا، في بقى الطبيعي، في بتاع الميه الكبير ده ما عادش بيجي، اللي هو بتاع بتاع بره ده ما عادش بيجي. فدلوقتي احنا بنجيبه جبلي. ايوه، من الجبل يروح يصنعوها من الجبل. انما بقى الحجاره الجلوخه، الجلوخه دي بقى بتيجي بقى في صيني، في الماني، في انجليزي، يعني على جميع الانواع. تمام. طب وفي الناس اللي هي بتسن في البيت على اللي هو السن ده بقى بيقوم يقور السكينه معاهم. في الاول يبقى حلو قوي يشتغل، وبعدين مره واثنين وثلاثه السكينه تبوظ. اللي بيقورها يخليها تتقور كده. طب بالنسبه لعدد ساعات العمل بقى، بيبقى كام ساعه في اليوم؟ لا، احنا بقى ملناش، احنا نقفل نقفل وقت ما احنا عايزين، نفتح وقت بس الصبحيه نفتح الساعه 8 وبعدين نقفل الساعه 10، الساعه 8 9 وقت يعني. طب وفي عيد الاضحى طبعا ده بيعتبر موسم. عيد الاضحى ده بقى بيبقى بقى له وضع تاني. نفضل لحد الساعه 3 هو يروح وناجي استلم منه شغل كتير. كان بقى كل سنه وانت طيب بقى، يبقى الشغل بتاع عيد الاضحى ده الكل الجزارين كلها هتذبح وبتاع، يعني بيبقى حاجه جميله. طيب بالنسبه للسكاكين الصيني دلوقتي الرخيصه بقت الناس بتشتريها وترميها على طول، يقول لك ما سنهاش وكده. السكاكين بقى انواع. في سكاكين غاليه جدا، وفي سكاكين رخيصه. واخد يعني في سكينه خنصر صغير كده ب 350 جنيه سويسري. ايوه. وفي سكينه قد كده اهو ب 25 جنيه وب 20 جنيه. فيعني زي ما تقول ايه بقى، العده دي انواع. وفي الغالي وفي الرخيص. ايه اللي بيخلي حضرتك مستمر مثلا في المهنه دي برغم طبعا التراجع اللي حصل فيها وكده؟ مهنه الجدود بقى، والواحد طبعا يعني انا جدي وبعدين ابويا وبعدين اني، واخد بال حضرتك، دي يعني عزيزه عندي. في الوقت نفسه برضه ان انا طورت نفسي واشتغلت في المحافظه في الحكومه. اشتغلت سواق درجه اولى لحد ما طلعت على المعاش. ربنا يديك. وكنت برضه بزاول نفس العمل وانا في شغلي في الحكومه. تمام. طيب هل مثلا في حد بيجي يسن عندك المشارط او الادوات الطبيه؟ كل الدكاتره اللي موجودين الحاجات دي كل ده بيجي لنا. طب حضرتك محتفظ بالادوات القديمه اللي كان والدك بيستعملها وكده؟ يعني اكيد الادوات اتغيرت عبر الزمن. بتاع الشغل السناني لا دي خلاص راحت بقى انتهت، لان نفس الادوات اللي كانت زمان نفس الادوات اللي هي بتاع دلوقتي دي. كان الاول بقى يعملوا ايه هنا هو عندنا بالرجل. كان عندنا مكن بالرجل، بس مكن حلو يعني. بدس يعني شغل يدوي يعني. كان بالرجل. دلوقتي طبعا بقى التطور اجى من 52 بقى. اول واحد عمل بالكهرباء في بورسعيد سنه 52 احنا. ايوه. انما قبل كده كنا كان برجلينا. بالنسبه لحضرتك في معاك تصريح اللي هو تصنيع السكاكين، ممكن تجيب اللي هو الماده الخام وتصنع السكينه ودي تعتبر اقوى مثلا وتعيش؟ طبعا احنا مطلعين عندنا احنا تصريح من الغرفه التجاريه. واخد بال سيادتك، بس احنا ما نصنعش. ما بنصنعش. يعني التصنيع ده طبعا عايز حداد وعايز بتاع. فما احبش انا احب اوسخ المحل. طيب في بعض الناس مثلا بتتهم يعني ان يقول لك في ناس بتيجي تسن اسلحه بيضاء او كده او حاجه كده، مش يعني. احنا بقى في حاجات النهارده محظور سنها، الخناجر. السيوف، المطاوي. الحاجات دي ما نعملهاش ليه؟ نخاف على نفسنا
طبعا الحكومه، واحنا الاوامر بتاع الحكومه تنفذ على رقبتنا عشان نقوم نصنع ونقوم نعمل خناجر ونعمل بتاع والكلام ده كله ونسن ونعمل. لا المخالف لا. لان افرض دلوقتي انا مثلا واحد معاه خنجر عملته له موت بيه واحد في الاسم هيقولوا ايه انت الخنجر ده مثلا عند مين؟ عند فلان، هاتوا فلان. طيب نرجع تاني بقى لمقبض السكينه نفسه، هل يعني له شغل معين، حاجه معينه؟ هي بقى السكينه بقى بتتصنع بالايد بتاعتها. طبعا بيشتغلوا من الايادي الخشب او الحاجات ده بتكسر فبتعمل غيرها. وفي بقى بتقطمهم من عند اليد، من اخر السكينه عند اليد تقوم مقطومه. طبعا ده هم ممكن يعني بنشخفط لهم اليد من الجنبين ويتلحم. يتلحم باللحام وتشتغل وتبقى كويسه. تمام. في اللي هي السيوف بقى القديمه الاثريه، هل في حد مثلا بيجي يصلحها او يسنها اللي هو محتفظ بيها؟ دي بقى طبعا محظوره. فاللي عنده حاجه زي كده بيخبيها عشان ما تبانش. تمام. وانا وانا عندي حته مكتوب على 1940 دي بحتفظ بها اني لسه بحاله الفابريكا بتاعتها ومحتفظ بها. بس طبعا مش ما انا لا بتاع شكال ولا بتاع ضرب ولا بتاع كلام من دي. ومحتفظ بها لحد دلوقتي. ما حاولتش تبيعها مثلا او حد يشتريها؟ جاتني لها باع كتير ما رضيتش. يعني واحد عايز يديني 1000 جنيه وشوال رز وشوال بطاطس وشوال بصل، ما رضيتش والله. ده الكلام ده من ايه؟ من 40 سنه وزياده كمان. وزياده كمان عن 40 سنه. مبلغ كبير كان. كان في الايام دي المبلغ ده حاجه كبيره قوي. دلوقتي النهارده بالنسبه دي مكتوب على سنه 1940. يعني دي النهارده ما تتقدرش. كمان 20 سنه 20 سنه تبقى اثر. 100 سنه تبقى 100 سنه. طيب زياده القرى السياحيه بقى اللي جت في بورسعيد، طبعا بقى فيها مطاعم وكده، دي زودت الشغل. بيجي هنا بقى يسنوا السن بتاع الحاجه بتاعتهم وياخدوها طبعا. وبعدين اللي بيكون يعني قريب لمحل بالنسبه لهم هناك. وفي جماعه برضو بيروحوا كده يبقوا حاطين تحت بطاطهم كده مواتير بحاجه يعني حاجه متنقله كده، فبيروحوا برضو يلزقوا هناك. تمام. طيب بيجي لك زباين من بره بورسعيد مثلا، دمياط او؟ والله بيجيني من مصر. في ناس بقى اخذ على شغلي والله من مصر ومن الاسماعيليه ومن السويس. بس يعني مش على طول، يعني ناس كده بعض ناس اخدين على شغلي عارفينك. فزي ما تقول كل سنه يقوموا بقى يجوا مره او اكتر من سنه يبقوا جايبين الحاجات دي ويجي يجيبوها لنا هنا. تمام. طيب اخر سؤال بقى، يعني هل حضرتك كان ليك هوايات مثلا زمان او حاجه بتحبها؟ هوايات شخصيه مثلا، بتلعب رياضه معينه او كنت حاجه؟ كنت بلعب رفع الاثقال وكنت من ابطال مصر في رفع الاثقال. كنت من ابطال مصر في رفع الاثقال. يعني انا رفعت لحد كام؟ كان يامها وزني 67 لحد ما بقى عندي 70، لحد ما بقى وزني عنده 70. رفعت الكيلو شال كيلو. يعني 140 بس اتخطأت. يعتبر 137 ونص بس ورفعتها فوق. بس يعني اجى بقى الكوعين بتاع رجليا وايديا دول عملوا كده. اتخطأت. اتخبطوا في بعض. يعني اجى كوعي اتخبط في الركبه. كده حاجه كده تاتش كده اتخطأت. احنا بنشكرك جدا على اللقاء الجميل. احنا شرفتونا انتم. بس على الله بقى نتفرج على البرنامج بتاعنا ده بقى. نفسي اشوفه. كانوا بيجوا هنا ويعملوه لي بس ما بشوفوش. نفسي اشوفه. لا باذن الله هتشوفه.